مسلسل مصري قلب الدنيا في إسرائيل والتلفزيون العبري اتكلم عنه. יש סדרה מצרית שעוסקת במלחמה בעזה, סדרה שבוא נגיד לא מציגה את ישראל באור חיובי כל כך, מציגה את זה באופן די חד צדדי, קוראים לה אסחאב אל-ארד, בעלי האדמה, מספרת את סיפורה של רופאה מצרית שמגיעה לרצועה, מתאהבת בעזתי, חיים תחת ההפצצות וכו', אבל בוא נראה את הטריילר. ايه اللي يخلي عمل درامي في رمضان يكون حديث الساعة في إسرائيل؟ بس ده طبعا مش أي عمل درامي، ده عمل درامي بيجسد الواقع اللي حصل بالظبط في قطاع غزة والمعاناة اللي بيعانيها الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. التلفزيون العبري والصحافة العبرية شايفين إن المسلسل فيه تحامل كبير قوي على إسرائيل، وإن إحنا يا جماعة مش بالوحشية دي عشان تسوقوا صورتنا في أكتر وقت بيتجمع فيه كل الأسر المصرية قدام التلفزيون. كمان الشركة المتحدة هتلاقوها مترجمة الفيديو للغة الإنجليزية واللي هي اللغة الرسمية تقريبا في العالم، اللغة اللي بيفهمها تقريبا 3/4 الكوكب، كأن مصر بتوري العالم كله معاناة الفلسطينيين الحقيقية مش اللي بيشوفوها في التلفزيون. المسلسل بيحكي قصة طبيبة سافرت لقطاع غزة مع الهلال الأحمر المصري عشان تأدي دورها هناك بتتفاجئ إن كل اللي بتشوفه في التلفزيون مش بيمثل حتى 1% من اللي بيشوف إخواتنا هناك. المسلسل عليه بعض التساؤلات بالنسبة لي أنا بفكر فيها ومش لاقي لها إجابة. واحد، هو المسلسل ده فعلا اتصور في قطاع غزة؟ ولو اتصور في قطاع غزة ازاي طاقم العمل قدر يحصل على تصاريح بإدخال معدات تصوير، في ظل ان الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين اصلا كانوا بيستشهدوا بسبب نقلهم للواقع؟ وده يمكن اكتر سؤال ملح، لو عندك إجابة اكتبها في التعليقات. بعد كده انك تطور من نفسك، لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو.